السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي جريد 4؟ معاكم استقى. هنحل النهاردة مع بعض ان شاء الله lesson 1 في concept 3.2. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. Among the forms of fuel that are present in car fuel stations are الفيول أو الوقود اللي موجود في محطة الوقود بتاع العربيات. احنا عندنا بيبقى فيه الناتشورال جاز والجازولين، يبقى letter D. Number 2. When the speed of a moving car decreases gradually، يعني سرعة العربية هتقل بالتدريج until it stops، لحد ما تقف. This may happen due to all the following situations except، يعني ده ممكن يكون حصل بسبب كل دول ما عدا مين فيهم بقى؟ تعالوا نقراهم واحدة واحدة. Number 1. Gasoline is completely run out. صح، هو لو البنزين خلص العربية هتبطأ واحدة واحدة لحد ما تقف، فده ممكن يكون سبب. طيب the car engine is damaged. لو المحرك باظ برضو العربية بالتدريج هتقف هتبطأ لحد ما تقف، يبقى برضو ده ممكن يكون سبب. The driver presses the brakes pedal، يعني السواق أو السائق هيضغط على الفرامل. أنا لما بضغط على الفرامل العربية بتبطأ بالتدريج لحد ما تقف، يبقى ده ممكن يكون سبب. لكن the driver presses the gasoline pedal، أنا لو ضغطت على البنزين العربية هتزود سرعتها مش هتبطأ، يبقى هو ده السبب. أو هنا بيقول لي accept، فهتبقى دي الإجابة letter D. Number 3. Which of the following would be most suitable fuel for operating a car؟ طبعا احنا بنشغل العربيات بايه؟ كده كده احنا عارفين الجازولين ده ثابت معانا. طيب انا عندي هنا الجازولين والوود، اكيد لا، انا مش بشغل العربيه بالخشب. natural gas and coal برضو لا، بس الناتشورال جاز ممكن، فانا هختار مين بقى هنا؟ جازولين and natural gas. We can use the energy obtained from burning of wood directly for all of the following purposes except، انا لما بحرق الوود بيديني thermal energy. الثيرمال energy دي بقى بستخدمها في ايه في دول؟ warming houses، انا للتدفئة. طيب cooking food، طبعا بنستخدم thermal energy for cooking. boiling water، اكيد هسخن ميه بالثيرمال energy. لكن ايه علاقة الثيرمال energy بالتلفزيون؟ هل انا بشغل التلفزيون بالثيرمال energy؟ لا، يبقى هنختار letter B. نيجي للماتشنج. number 1 the sun. The sun هنختار لها مين؟ its light energy changes into chemical energy in plants، يبقى letter B. fuel، الديفينيشن بتاعها أصلا it's any substance that produces thermal energy when it's burned، يبقى D. طيب gasoline، الجازولين it's a fuel that can be used in cars، يبقى letter C. True or false? Number 1. As the speed of a car increases the amount of used fuel decreases. هنا السؤال ده مهم قوي عشان برضو كتير من الطلبة بيفهموا السؤال ده غلط. هو هنا بيقول لي as the speed of a car increases، يعني أنا لما أزود سرعة العربية ال amount of used fuel decreases. هو أولا أنا لما أزود سرعة العربية الفيول the amount of fuel decreases، صح، بس هنا مش قايل لي the amount of fuel، هو قايل لي the amount of used fuel. يعني أنا لما بزود سرعة العربية كمية الوقود ال used fuel اللي هو الوقود اللي هنستخدمه أو اللي العربية هتستهلكه هيزيد مش هيقل، لكن كمية الفيول اللي موجودة في التانك هي اللي هتقل. فنركز قوي من النقطة دي عشان ما نقعش فيها. فهنا لما أزود سرعة العربية ال used fuel هو راخر increases مش decreases، يبقى number 1 false. Number 2. We must check the amount of gasoline in the fuel tank before making a trip by a car. طبعا true. Both coal and wood produce energy when they are burned. الاتنين لما بحرقهم بيدوني thermal energy، true. Number 4. Natural gas is a form of fuels that can be used in generating electrical energy. أنا أقدر أستخدم natural gas to generating electricity. طبعا true. When gasoline burned in the car engine، أنا لما بحرق لما الجازولين بيحترق في المحرك بتاع العربية، طبعا الجازولين ده fuel فهيحترق هيديني thermal energy، يبقى thermal energy will be produced which is converted into kinetic energy to move the car. True. Fuel is a source of energy for cars as food for human. برضو ركزوا في السؤال ده مهم جدا. يعني ايه السؤال ده اصلا؟ يعني الفيول مصدر للطاقة بالنسبة للعربيات، زي ما الاكل بالنسبة لنا احنا كيومن كبشر مصدر للطاقة لينا، احنا بناخد الانرجي بتاعتنا من الفود، فيبقى الفيول بالنسبة للكارز زي الفود بالنسبة لنا بالظبط. ده معنى السؤال، يبقى true. Number 7. Scientists try to manufacture cars that work with solar energy. True. العلماء دلوقتي في عربيات بتشتغل بالسولار انرجي اصلا، بيبقى عليها سولار بانلز تاخد السولار انرجي وتحولها لالكتريكال انرجي عشان العربيه تشتغل.
correct the underlined words. Number 1, we need sound energy for cooking food and warming houses. Cooking food, warming houses هعمل ايه بالsound؟ هتبقى مين؟ thermal. Coal is the main source of most energies on the Earth's surface. طبعا احنا عارفين ال main source of energy هي مين؟ The sun. Fuel is the substance that produces thermal energy. Write the scientific term of each of the following. Number 1, it's the main source of most forms of energy on the Earth's surface. لسه حالينها في ال correct the sun. Number 2, the form of energy that is produced as a result of burning wood and coal. أنا لما بحرق الخشب والفحم بيديني مين؟ thermal energy. أي fuel لما بحرقه بيديني thermal energy. Number 3, it's any substance which produces thermal energy on burning. أي مادة بتديني thermal energy لما بحرقها دي تبقى مين؟ fuel. Complete the following sentences. Gasoline is burned inside the car engine to produce space energy that is converted into space energy which causes the movement of the car. نبدأ بالأولانية. Gasoline is burned. الجازولين fuel هحرقه هيديني مين؟ thermal energy. طيب ال thermal energy دي بقى converted into مين؟ which causes the movement of the car. حركة أهو يبقى converted into kinetic energy. Number 2, some forms of fuel can be used in cooking. اللي أنا بستخدمها في الطبخ بنستخدم مين؟ بنستخدم الوود، ممكن نستخدم الكول، ممكن نستخدم الناتشورال جاز، وده أكتر حاجة بنستخدمها أصلا في البيت. We can use some forms of fuel in warming houses such as warming houses يبقى wood and coal. Give reasons for the fuel is very important for different means of transportation. يعني وسائل النقل العامة أو المواصلات بتشتغل per fuel. ليه؟ لأن الفيول is burned inside the engines. هيحترق جوه المحرك. طيب هيديني مين؟ thermal energy. يبقى the fuel is burned inside the engines to produce thermal energy. والthermal energy ديت بقى is converted into kinetic energy علشان different means of transportation تتحرك. Number 2, sometimes the fuel indicator of a car goes down. ما هو مؤشر البنزين بيتحرك لتحت أو بينزل علشان يوضح لي إن التانك بيفضى. يبقى because the fuel in the car tank runs out. تمام؟ نيجي number 3. Gasoline is burned inside the car engine. طبعا ليه؟ gasoline fuel وهيحترق يديني thermal energy. في الكار يبقى ال thermal energy دي converted into kinetic energy عشان تتحرك. يبقى to produce thermal energy which changes into kinetic energy that causes the car to move. What happens to the car fuel indicator if the amount of gasoline in a car decreases? إيه اللي هيحصل لمؤشر البنزين لو كمية البنزين قلت؟ طبعا the car fuel indicator will go down. Number 2, what happened to the car movement if fuel runs out in a car? هو بيسألني حركة العربية إيه اللي هيحصل لها لو البنزين خلص؟ طبعا هتبطأ بالتدريج لحد ما تقف. يبقى the car movement decreases gradually until it stops. What is meant by fuel? It's any substance أي مادة that produces thermal energy when it's burned. أي مادة تديني thermal energy لما بتحترق. نيجي لآخر سؤال. Look at the opposite picture then choose the correct answer. Coal is a form of fuel which is used in all the following purposes except. الكول أو الفحم أنا بستخدمه في كل الحاجات دي ما عدا مين؟ تعالوا كده نشوف. cooking food أنا بستخدمه في الطبخ. operating cars يعني أنا بشغل العربية بالفحم من غير ما نكمل هي دي. بس لو كملنا generating electricity أنا بستخدمه في electric power station زي ما خدنا في الكونسبت اللي فات. warming houses طبعا. coal is burned to produce هيحترق يبقى يديني مين؟ thermal energy. Coal and space are used in warming houses. أنا بستخدم الفحم ومين عشان التدفئة عشان أدفي البيت عشان تديني thermal energy الوود. وبكده نبقى خلصنا lesson 1 في concept 3.2. يا رب تكونوا استفدتوا وما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان الفيديوهات توصل لكم أول بأول. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.